السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بس حسيتها 3 أيام. لو كان قلبك ضعيف بترجاك ما تكمل القصة. أنا اسمي كريم، طالب هندسة وبحب كتير التخييم. من 4 شهور طلعت رحلة لحالي لمنطقة جبلية قريبة من الحدود، فيها غابة ضخمة وهادية بنفس الوقت. في ناس بتقول ممنوع تدخلها لحالك، بس أنا كنت هربانة من الضغوط الدراسية وكان بدي شوية هدوء، وبنفس الوقت ما كنت بآمن بهي الخرافات. نصبت خيمتي ورتبت أغراضي وكل شي صار 100 على 100، وقررت أتمشى شوي لحتى أتعرف على المكان من حوالي، وبلشت أستكشف الغابة وأخذت شوية صور، وكان الجو رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، هدوء وصوت عصافير وشمس وخضار، يعني من جميعه. لحد ما صارت الساعة 5 العصر وبلش الضباب ينزل. قلت لحالي خليني أرجع، منه بجهز لقمة أكل ومنه بكون قريبة من أغراضي، وحتى ما يصير الليل وأنا بنص الغابة. بس فجأة بتنقلب الدنيا رأسا على عقب. الطريق تغير علي، يعني يلي جيت منه غير يلي رح أرجع منه. صار المكان كأنه كله متشابه وغير الطريق اللي جيت منه أول مرة، وكأني المكان تغير 180 درجة. وحاولت أستعين بتليفوني، بس تليفوني دائما بالمواقف الحرجة لا بيكون فيه شبكة وما بيعين أبدا. حاولت أمشي بكل هدوء وما يبين علي الارتباك، بس بعد ساعة فهمت إني تايه رسميا. كنت لحالي وسط غابة ما بعرف فيها شي، ونزل الليل وما كان معي حرفيا لا كشاف ولا أي شي ساعدني. وصار ليل، يعني بتعرفوا غابة وشجر، وحتى كمان بهديك الليلة ما كان في قمر طلعان. يعني عن جد كان الموقف لا أحسد عليه. وبهديك اللحظة سمعت أول صوت خشخشة جاي من وراي، خطوات خفيفة على هيك حركات خفيفة. صرخت مين في هون؟ بس ما كان في ولا إجابة. صرت أصرخ مين في هون؟ حدا يرد، بس الخطوات وقفت. لفيت بسرعة حتى أطلع وراي، بس ما في شي. بس كان في إحساس جواتي إنه في حدا عم بيراقبني من بعيد. عرفتوا هذا الإحساس اللي ما يكون شايفين فيه حدا بس حاسين إنه في حدا عم بيراقبكن؟ هذا اللي صار معي. ركضت وأنا ما بعرف وين بدي أروح، بس عم بركض وبدي أهرب وأطلع من هالشي اللي حطيت حالي فيه. فجأة صوت الخطوات بيرجع، وفي لحظة معينة حسيت بشي عم يحكي بإذني: ما تطلع وراك. هون حرفيا وقفت وتجمدت وتبسمرت بمكاني. يعني حسيت دقات قلبي، يعني إذا كان في حدا قدامي رح يسمع دقات قلبي شلون كانت عم تنبض. وهون ما بقيت قادر أتنفس، وحسيت حالي أغمي علي، وبعدها ما بتذكر ولا شي، كأنه الوقت انقطع. صحيت وأنا جنب خيمتي، النهار طلع والجو طبيعي. فتحت موبايلي يلي اشتغل من بعد هديك الليلة، وطلعت على الساعة وكانت الساعة 7:18 الصبح. وفرحت وتحمدت رب العالمين إنه كنت بخير وما كان صايبني شي. وبلشت أتذكر الشي اللي صار معي قبل بليلة، شي غريب عجيب. ولما كنت عم بطلع على تليفوني انتبهت إنه جايني اتصال من شخص مجهول، ما في لا رقم ولا أي شي، بس كان متصل علي الساعة 3:09 الفجر. ولما فتحت الهاتف شفت الهاتف داخل على تطبيق التسجيل الصوت، وكان في شوية تسجيلات صوت أنا ما سجلتها. أنا أساسا ما بستخدم الهاتف لتسجيل الأصوات.
في عندي معدات لهدول الشغلات. فتحت الملفات الصوتية، وكانت المفاجأة إنه كان صوتي بالتسجيلات. كنت عم بركض وبتنفس بطريقة كتير صعبة، وكنت عم بقول بالحرف الواحد. ما كنت لحالي، هو كان معي، هو لسه معي. قررت أرجع على البيت، والحمد لله الأمور نوعا ما عدت على خير، والكل استغرب إني رجعت بسرعة. وأمي سألتني خير شو يلي رجعك بكير؟ قلت لها حاج ما حبيت أطول أكتر من هيك، عندي كتير شغلات لازم أعملها. ومرت الأيام ورجعت لشغلي وحياتي ودراستي. بس بالحقيقة من هديك الرحلة للوقت اللي عم بحكي لكم فيه القصة ما رجع ولا شي مثل ما كان. كان كل ليلة بنفس الوقت الساعة 3:09 بصحى وأنا عم بتنفس بنفس الطريقة، وبحس في نفس قريب من إذني. وكل ما حاولت أنام بسمع نفس الهمسة، ما تطلع وراك. اليوم بعد 4 شهور عرفت معلومة بالصدفة وأنا عم بتصفح بالإنترنت، إنه في عام 1998 كان في شخص بنفس الغابة وبنفس المنطقة وبنفس التوقيت اللي رحت أنا فيه تاه بهديك الغابة. وذكروا إنه قال جملة كتير غريبة ما لقولها أي تفسير، يلي هي ما تلتفت وراك. وذكر إنه حس تقريبا بنفس الشغلات يلي أنا حسيت فيها لما رحت على الغابة. واختفى هذا الشخص بعد أسبوعين إلى الأبد. لحد الآن ما حدا بيعرف وينه ولا حتى وين راح. أنا ما بعرف إذا دا يصير فيني نفس الشي، بس إذا اختفيت فجأة وإذا حدا سمع هالقصة رجاءً لا تروحوا لهديك الغابة، وإذا رحتوا وسمعتوا الصوت ما تطلعوا وراكم.